السلام عليكم. النهارده بإذن الله هاعمل كده معاكم ميزانية 100 جنيه في اليوم، إن شاء الله بعد الغلا اللي حصل دوّة، هاحاول أعملها زي كإني عاملاها لنفسي، يعني أنا لو باخد 100 جنيه في اليوم مثلًا هاعمل بيها إيه. هي كانت يعني في واحدة كانت قالت لي اعمليها لي وكده، إن شاء الله ربنا يبارك فيها يا رب ويوسّعها عليها إن شاء الله. والله وأنا هاقول لِك على حاجة بس في الأول، إحنا ما نخافش إن شاء الله، إن شاء الله ربنا ما بينساش حد وإن شاء الله الدنيا بتتدبّر يعني، بس ثقي في الله. أنا يعني أنا أول ناس بصراحة، من أكتر الناس اللي أول ما الغلا جامد ده جه، مش ده، اللي هو أول مرّة الدنيا غليت أوي كده فجأة، خُفت جدًا. يعني أنا قُلت إحنا هنعيش إزاي بجد، يعني مش هنكون موجودين، لإن الدنيا أصلًا كانت يعني شوية صعبة، فقُلت يعني إحنا بعد كده هنعيش إزاي يعني بجد. وبعد كده اطمأن قلبي لمّا قُلت هو كده ربنا هو اللي بيرزقنا، سواء في الغلا سواء في الرخص، هو ربنا برضه اللي بيرزقنا. فوالله فعلًا من ساعة ما أنا وثقت في الله، سيبِك من الغلا وسيبِك من حاجة بتغلى، هو برضه ربنا هيرزقنا مهمًا حصل. ما تخافيش يعني، بشكل أو بآخر ربنا هيرزقنا إن شاء الله بإذن الله. فثقي في الله ودايمًا قولي اللهم يا رزاق يا ذا القوى المتين ارزقني، اللهم إني أتبرأ من حولي وقوتي وألجأ إلى حولك وقوتك. بجد والله العظيم الدعاء دوّة أنا ماشية بيه كل يوم لازم أقوله، ولو ما قُلتوش أول ما ألاقي الدنيا ضاقت شوية، والحمد لله والشكر لله أنا في نعمة والله العظيم، بس ضاقت شوية اللي هو كلنا عندنا ظروف يعني مش لازم تكون ماديًا، أقول كده فعلًا بتفرق معايا. أنا رغاية شكلي فهابدأ في الميزانية إن شاء الله على طول. هي الميزانية إن شاء الله 100 جنيه، إحنا طبعًا متعودين مع بعض ما لكوش دعوة بالخط. ماشي، هي 100 جنيه في اليوم، الله المستعان إن شاء الله. هي قالت لي إن هي عندها الحمد لله بفضل ربنا تموين، وهي عايزاها بس لو منظفات وإيه، منظفات وأكل وشرب، مش عايزة فيها أي حاجة تانية. فأنا يعني هاعتبرها نفسي لو أنا هاعمل إيه، هي ممكن تعجبها ممكن ما تعجبهاش، ولو ما عجبتكيش يا حبيبتي ردي عليَّ أعملها لِك تاني، ولو نفعت حد تاني إن شاء الله، لو حد عايز مني ميزانية برضه إن شاء الله هاحاول أفكر فيها كده. يعني هي من وجهة نظري تمام. أول حاجة لو أنا هاقول بسم الله الرحمن الرحيم 100 جنيه في اليوم، هي أكيد ما دام هي بتقول لي أكل ومنظفات بس، يعني هي كده المرتب إن شاء الله في حاجة على جنب بتتشال، حاجة على جنب مثلًا تقدري تدخري منها أي حاجة. ولكن لو ما كانش كده حاولي تشيلي من هنا إن شاء الله لو 10 جنيه. يعني أنا في الأول لما كان بييجي عليَّ يوم باخد 100 جنيه، كنت أول حاجة باعملها باشيل مثلًا 20 جنيه على جنب، الدنيا كانت شوية تسمح يعني، أشيل 20 جنيه مثلًا على جنب لأي حاجة، لإن أنا عندي لو هاخد 100 جنيه بتبقى فيها الفواتير وفيها كل حاجة، فمثلًا باشيل منها 20 جنيه على جنب للفواتير للحاجات دي، وال20 جنيه دي برضه بتبقى ذات نفسها ممكن لو حابة أجيب منها كارت شحن مرة أو كده. بس أنا بصراحة من الناس اللي ما بتشحنش خالص، أنا ما باشحنش خالص، إن أنا عندي بابايا مديني خط بتاع الشركة يعني باكلم هو وأخويا ويعني كلنا وجوزي وكده، فمش باحتاج إن أنا أشحن. فأنتِ شوفي لو أنتِ حابة إن أنتِ تشيلي 10 جنيه لشحن أو حاجة أو كده تمام. عامةً أنا هاحسب على ال100 جنيه كل يوم أحاول أشيل منها 20 جنيه للفطار، تمام، بس يوم هيشيل يوم. زي إيه مثلًا، ما قُلتليش برضه أنتِ عدد الأسرة بتاعتِك قد إيه، بس أنا هاقول لِك مثال كذا يوم ونمشي عليه. 20 جنيه فطار مثلًا، فممكن هاجيب 10 جنيه فول اللي هو هادمّسه، على فكرة بيفرق جامد جدًا والله. الفول اللي هو بيبقى أخضر فاتح شوية بلدي يعني بيكون أفضل كتير جدًا من الفول التاني بيبقى القشرة بتاعته ناشفة. فهاتي ب10 جنيه فول بالضبط كده، أنا مش لازم أقول للراجل هات ربع أو بنُص أو كده، ما دام الميزانية بتاعتي محدودة باقول له مثلًا هات لي ب10 جنيه فول، باخده هادمّسه، هتطلّعي منه للفطار نفسه كذا حاجة. طلّعي منه فول بطماطم، طلّعي منه فول بالزيت، ده اللي متوفر، ممكن تحطي ليمون لو متوفر، طحينة هتطلعي منه. يعني كل يوم يعني ده هيقضيكي مثلا 3 ايام. هو ب10 جنيه مش كتير بس بيرمي. عندك شوية عدس حطي عليه، عندك شوية جزر، عندك شوية اي حاجة في السليق يعني، شوية رز حتى مش هتفرق، حطي شوية فول مدشوش حطي. وانتي بتعمليه فهيكتر معاكي، ممكن يقضيكي اكتر من 3 ايام. بس احنا ممكن هنا هنعمل منه كمان، ممكن تعملي بقى ده فول بالسلطة، فول بالطشة. يعني هنا فول بالطماطم انتي عاملاه ببصلاية مثلا، هنا اعمليه بتوم. في افكار كتير قوي، فممكن تخليه بالطشة. المهم كل مرة غيري فيه، هو ده هينفعك 3 ايام اكيد مش هتاكلي فول بس، فانتي معاكي كده اصلا احنا جبنا ب10 جنيه بس اهو.
معاكي 10 جنيه تاني. في بطاطس اللي هي بتبقى صغيرة جدا، دي بتتسلق، ممكن تجيبي منها بيها كلها بطاطس تعملي منها برضو. يعني هديكي مثال، هتجيبي بطاطس اللي هي الصغيرة ب10 جنيه، مش هحددلك هي قد ايه عشان اختلاف السعر عندك، بس برضو دي هتفتحلك، هتعملي منها كذا صنف برضو زي بطاطس مهروسة. دي هتبقى جنب الفول، يعني انتي اشتريتيها اهو، في يوم واحد اشتريتي الفول والبطاطس هتقضيكي 3 ايام، وهقولك ليه. هتعملي منها مهروسة، هتعملي منها محمرة اما تكوني واخدة الزيت اول الشهر مرة كده فرحي الولاد. تمام، انا بكلمك يعني والله لو انا هعمل كده، فاهمة قصدي. والمرة التالتة ممكن تعمليها مثلا اللي هي بتبقى بانيه، اللي هي بتبقى جمبري. شوفي بقى برضو هي هتعملي منها كذا صنف كل يوم. ممكن تعملي مرة تانية هديكي مثال لحاجة تانية. المهم كده احنا قلنا ال20 جنيه دول هيقضينا 3 ايام فطار، هيبقى فول مثلا وجنبه بطاطس. معانا بقى ال80 جنيه بتاع الغدا. انا هديكي مثال لكذا يوم زي ما اتفقنا. قالت لي هي مش عايزة فاكهة، هي بس حاجات تنظيف وغدا. تعالي بقى اليوم اللي بعديه احنا عندنا فيه فطار، لان احنا زي ما بقولك هنفطر فول مثلا وبطاطس. لو توفر معاكي 5 جنيه اي حاجة من كده، ممكن تجيبي بتنجان مخلل، ممكن تكوني انتي مخللة لفت في البيت. تمام، المهم احنا معانا 80 جنيه. عندك 3 اختيارات للغدا، انت ممكن تجيبي عيش، ممكن تجيبي رز، ممكن تجيبي مكرونة. بس هندي مثال، مثلا احنا النهاردة هنجيب رز، فقولي مثلا هنجيب كيلو، يعني ده حد اقصى لان ما شاء الله اللهم بارك هو بيرمي كتير. بس هنقول مثلا هنجيب كيلو الا ربع. هو دلوقتي وصل ل34 جنيه اللي هو السايب. قولي مثلا نجيب كيلو الا ربع. فهقولك على حاجة، احنا لو حسبنا مثلا كيلو الا ربع ممكن يعمل في حدود 26 جنيه، 26 جنيه. فممكن نقول للراجل مثلا هات ب25 جنيه رز، زائد ب5 شعرية. ما شاء الله هيرمي معاكي كتير جدا. 25 رز زائد ب5 جنيه شعرية هيرمي معاكي كتير جدا. طيب احنا كده صرفنا 30 جنيه، حلو كده. 30 جنيه معاكي 50 جنيه، ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله. هتقومي عاملة بيها ايه بقى؟ ممكن بقى تعملي ايه؟ ممكن في حالة لو عايزة تقعدي اليومين الاكل ده يومين وتوفري في اليوم التالت، نجرب كده الفكرة دي. يعني مثلا تعملي اليوم ده معاكي 50 جنيه، خلي ال10 جنيه هجيبي بيها مثلا بهارات. ممكن تجيبي فلفل اسود يوم اللي ناقص عندك اليوم ده، ممكن تجيبي فلفل اسود يوم، تجيبي كمون يوم، تجيبي، لان احنا طبعا عايزين الحاجات دي كلها محتاجينها وملهاش بند قوي، فهاتي بيها بهار. انا بحبك. تمام. وهنجيب يا حور حور بتكلمني. هنجيب بال40 جنيه بقى ايه؟ احنا جبنا خلاص الحمد لله رز بالشعرية. هاتي بال40 جنيه خضار، هاتي مثلا طماطم، هاتي فاصوليا، هاتي كوسة، هاتي بطاطس. يعني ب40 جنيه ما شاء الله، لا خضار هيجيبوا كمية كويسة وهتقعد معاكي بإذن الرحمن يومين. حلو، فاحنا النهاردة كانت السفرة بتاعتنا. ممكن كمان تجيبي جرجير. في حل بعمله برضو، لو يعني ممكن يكون مش ظريف بالنسبة لحد، بس أنا في بعض الأحيان الأكلات اللي هي عايزة أعمل جنبها بتنجان مخلل والموضوع مش معايا مثلا غير 5 جنيه، مش هينفع أجيب بتنجان وأجيب فلفل وأجيب زيت ومش ممكن تسلقيه عادي لو عندك الفلفل وتعمليه. ما عندكيش ممكن تجيب 5 جنيه بتنجان مخلل من المطعم. ما بيكونش أحسن حاجة، بيكون قليل وكل حاجة، بس أهي فكرة يعني. بس المهم جرجير، وهيبقى أرز زائد نوع طبيخ. طبعا موضوع البروتينات انا مش هخليها تحت يعني من غير بروتينات خالص، لا ان شاء الله ايام جايه هي حلوه، لان ما شاء الله على فكره ب100 جنيه كويس، اللهم بارك، ان شاء الله حلوه. فهعمل لك افكار ان شاء الله حلوه. خلاص احنا كده عدينا يوم. ممكن اليوم دوت ان شاء الله على حسب عدد. هلبس حاضر يا حور، انا مش خارجه، مش خارجه. ان شاء الله. طب ثانيه نتخانق انا وحور ونيجي، هنقول بسم الله كده ونبدأ بقى من جديد. يوم تاني ان شاء الله، ان شاء الله يكون اليوم ده فيه عندك اكل وعندك فطار اللي هو قلنا بطاطس، وعندك كمان فول. البطاطس هتقعد معاكي كذا يوم ما شاء الله اللهم بارك، لو عملتيها بصورة او باخرى جنبها بس شوية جرجير، هيبقى كده الفطار ما شاء الله حلو، والغدا كمان مغذي كله خضار وكلام من ده. تعالي نشوف كده يوم تاني ممكن نعمل فيه ايه. اليوم ده احنا توفر معانا مثلا عندك اي حاجة جبتيها توفر معانا مثلا بس 50 جنيه، ماشي. 50 جنيه التانية
هاتي بيها كذا بند بقى. عايزه زي ما بقولك تشحني، عايزه تجيبي رابطه، عايزه تجيبي كلور، عايزه تجيبي صابون، عايزه تجيبي اي حاجه، لان احنا زي ما بقولك اليوم ده احنا وفرناه، عندنا الفطار وعندنا الغدا. حاولي ب50 جنيه تجيبي مثلا كيس رابسو كبير يقعد معاكي، حاولي تجيبي مثلا كيس ب25 هيقعد معاكي ان شاء الله ان شاء الله الاسبوع، وهاتي جنبه صابون وكلور. تمام كده. المهم ال50 جنيه دي هاتي بيها المنظفات، اهو اليوم ده مناسب جدا، بما انك وفرتي اليوم ده عندك الفطار والغدا. معاكي 50 جنيه تانية، حاولي بيها تملي بيها الدنيا بقى حاجات تنفع للعشاء. زي ايه؟ هاتي مثلا نص كيلو لبن. حلو، احنا عندنا اللبن بقى ب24 جنيه، يعني ب12 جنيه، مش عارفه عندك بكام. 12 جنيه. خديها كليها ماما. 12 مثلا، قولي مثلا 12 ونص، اتفضل معانا 12 ونص من ال25، من ال25 جنيه. هاتي بيها مثلا بليلة، هاتي بيها مثلا كورن فليكس. الحاجات دي هتبقى حلوه جدا في العشاء جنب يعني باللبن. هاتي بيها شويه قراقيش، هاتي دقيق. شكرا يا حور، شكرا. هاتي بيها دقيق، اعملي شويه قراقيش لو عندك سمنه في البيت. فالمهم احنا قسمنا ال50 جنيه دي برضو نصين، مش عارفه انتوا فاهميني ولا لا عشان حور بطرتني، بس احنا قلنا يعني ال50 جنيه احنا قسمناها 2، 25 جنيه و25 جنيه. اول واحده قلنا هنجيب منها لبن ونوع يقل انت حبيبتي، نوع مثلا يقل كورن فليكس من العطار، على فكره بيبقى كتير قوي. هاتي، انا مش جعانه، مش عايزه، مش جعانه. حاضر، كلت كلت. يقل كورن فليكس، يقل بليله. تمام. طيب معانا 25 جنيه تاني، ممكن تجيبي جبنه هتنفعك بايه بقى 25 جنيه. هاتي عادي ال25 جنيه جبنه براميلي ما شاء الله، هتعملي منها برضو بطماطم، بخيار، تعملي منها، تحطي منها في الفطار، تحطي منها في العشاء، سندوتش كده بعيش، فحلوة جدا. يبقى احنا اليوم اللي احنا وفرناه جبنا منظفات وجبنا عشاء وملينا الدنيا خير. تعالي، انا بحب اكتب في الصفحة دي بس انتي بكتب فيها حاجات تانية يعني، معلش اعذروني، وكده كده خطي مش حلو يعني. تعالوا بقى هنا نسمي الله، نشوف يوم مثلا مثال تاني. احنا كده 3 ايام خلاص، زمان الفطار خلص وزمان الغدا خلص. هنشيل برضو 20 جنيه تاني للفطار. تمام. هنجيب منها مثلا ايه، هيكون ان شاء الله بيتك اتملى خير شويه، عندك خضره، عندك بتاع. حاضر. فال20 جنيه دي مثلا هجيبي بيضتين بيض. تمام. بال10 جنيه، وال10 جنيه التانية هتقومي جايبه بيها فول مدشوش. تمام. طيب البيض دوت هتاخدي منه تعملي منه يا الا طعميه مع الفول دوت، يا الا هتاخدي منه تعملي اومليت في يوم جنب الفول دوت. الفول دوت ممكن تطلعي منه برضو حاجتين. انا بكلمك الموضوع ده واقعي والله من بيتي، يعني انا مش بألفلك كده وخلاص، يعني الحاجات دي انا كنت بعملها في بيتي، يعني ان شاء الله ما زلت اصور ان شاء الله باذن الله فيديوهات الفتره الجايه واعملها. تعملي منها بصاره للفطار عادي، يعني هو احنا عندنا ممكن يكون انا وولادي ممكن من الغدا بيها عادي بنحبها جدا، بس بالنسبه للرجاله تقريبا يعني عشان بيبقوا تعبانين وكده بالنسبه لهم هي فطار. مش عارفه، بس انا عن نفسي يعني لو جوزي موجود بعملها كفطار يعني. فممكن تعمليها فطار بصارة، ممكن تعملي طبعا زي ما بقولك طعمية وحطي فيها البيض. السندوتشات بقى لو انتي مش هتعرفي تعملي كذا صنف، بس انتي اكيد بقى عندك لسه جبنة، احنا لسه جايبينها امبارح ما بقاش، هتقومي جايبه رغيف كده وحاطه فيه كام طعميايه وايه ده. وهيبقى سندوتشات ظريفه اهي. تمام. يعني سيبكم اللي انا عملته ده، بس انت فاهمين قصدي ان انا ببرم اصلا السندوتش ازاي يعني كده، بحب ابرمه دايما وانتوا بتشوفوني في الفيديوهات، يعني بيكون بصي سندوتش مشبع جدا وحلو، وفي نفس الوقت ممكن تحطي معاه خضره جرجير. عايزه ايه حبيبتي؟ عايزه ايه؟ بس اخرجي باي لما مصطفى يصحى. فبيكون حلو وسريع وفي نفس الوقت مش مكلف. معلش احنا بنحاول نمشي الدنيا يعني. برضو بقى احنا كده بنجيب فول، بنجيب بيض، بنجيب جبنه، بنجيب بطاطس، ما شاء الله يعني الدنيا ماشيه كويس. طب احنا كده برضو معانا 80 جنيه للغدا، حاولي ان انت تثبتيها 80 جنيه ان شاء الله للغدا. لو زي ما بقولك محتاجه مصاريف تانية ثبتيها مثلا 70 جنيه للغدا، بس انا بديكي مثال. حاضر يا حور. النهارده معانا 80 جنيه.
تعالي مثلا نعمل النهارده مكرونه. المكرونه وصلت دلوقتي ل 28 جنيه. يعني الحمد لله مش مشكله، ان شاء الله هو ربنا رزاق برضو. فتعالي مثلا نجيب كيلو مكرونه او مثلا ب30 جنيه. تمام. عندك احنا بقى عايزين ندخل بروتين النهارده، عشان بقالي كام يوم مثلا مش عامله بروتين. فاحنا خلاص جبنا مثلا هي ب28، قولي 30 جنيه مكرونه. عايزه تقللي عن كده مثلا تجيبي كيلو الا ربع برضو، هتوفر معاكي حاجه تانية هاتيها. نعم شكرا. تمام. بس احنا هنفترض ان احنا جبنا ب30 جنيه مكرونه، هيتفضل معانا 50 جنيه. ممكن لو عايزه تعمليها بصوص ابيض هاتي لبن وانتي كده كده جايبه دقيق مثلا ساعه ما قلنا. عايزه تعمليها حمرا هاتي مثلا ب10 جنيه طماطم، فيبقى معاكي 10 جنيه، هيبقى معاكي قصدي 40 جنيه. احنا جبنا منها ب10 طماطم اللي هي هتبقى ايه للمكرونه خلاص بصلصه. طيب هنا معانا 40 جنيه. روحي مثلا هاتي كبده واعمليها بفلفل. روحي هاتي سجق. روحي هاتي بيهم اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. الا الله. تجيبي منهم بيهم بانيه. وهيبقى قليل يعني، بس كل واحد هياخد قطعه واحده. ممكن تجيبي كمان بيهم لحمه مفرومه، يعني تقولي للراجل عايزه بال40 جنيه هيديكي، هتبقى قليله اعمليها على وش المكرونه، هتبقى برضو دخلتي بروتين والاكله هتبقى حلوه جدا. ممكن تجيبي بيهم كيلو الا ربع اجنحه. كيلو الا ربع بتفرق يا حور. تجيبي كيلو الا ربع مثلا اجنحه وتعمليهم بدقيق كده كانهم كنتاكي، او تشويهم جنبيها. فدي اللي هتجيبي بيهم البروتين زي ما قلنا بالافكار اللي احنا قلناها دي. طيب يوم تاني عشان تكون واضحه مثلا. تمام. هنقول بقى يوم تاني معانا ال20 جنيه قلنا برضو فطار. مثلا احنا دي ممكن تقعد معاكي يوم تاني، بس هي عشان اكل خفيفه ودي برضو اكله ما شاء الله اكله، فممكن تعدي على طول يا حور. ممكن في اليوم دوت تجيبي، احنا كلنا بنحب السندوتشات اللي في المطعم المفروض وكده، لكنها بقت غاليه جدا. فممكن نجيب ايه بقى؟ ممكن تجيبي مثلا ب10 جنيه حاجات سلطه. تمام. زي ايه مثلا؟ نص كيلو طماطم، ربع كيلو خيار، واحدة بقدونس، واحدة جرجير، او ممكن تجيبي كابوتش اللي هي السلطة الناشفة، واحدة كابوتش، واحدة خيار، واحدة بقدونس، ربع جزر. المهم بال10 جنيه ان شاء الله هتجيبي شوية حاجات سلطة. ايه تاني؟ ال10 التانية هتجيبي بيها بطاطس برضو، هتعملي منها سندوتشات بطاطس هتكون حلوة جدا. انتي بتقولي لي عندك تموين، فكده كده عندك ان شاء الله العيش يعني. تمام. تمام. فاحنا كده عندنا حاجات سلطة بإذن الرحمن، وعندنا بطاطس هنفطر بيها. طب الغدا بقى، بما اننا عملنا يوم مكرونة وعملنا يوم رز، تعالوا النهاردة نعمل أكلة مثلا بالعيش، وبرضو نوفر فيها عشان نجيب حاجات منظفات تاني، عشان نجيب مثلا حاجات توابل، عشان نجيب الحاجات اللي احنا محتاجينها. فهنقول برضو مفيش كلب والله. هتعملي بقى أكلات بعيش، انتي ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. جايبة العيش النهاردة، اعملي بقى مكعبات بطاطس. ايه عايزة ايه حو؟ مكعبات بطاطس محمرة معاها شوية احنا كده خدنا ال80 جنيه موجودة، بس خدنا من الحاجات اللي احنا جبناها من الفطار اللي هي حاجات السلطة وحاجات البطاطس هنعمل منها غدا. مكعبات بطاطس حطي معاها زائد طماطم زائد بصل. انت ممكن تكوني ما عندكيش بصل، اشتري معانا 80 جنيه زي ما هما، اشتري بصل. مكعبات البطاطس بالطماطم بالبصل بتبقى حلوة جدا، بتتغمس بعيش بتكون حلوة اوي، مع شوية بتنجان مخلل، مع شوية بابا غنوج، مع شوية جرجير. ممكن تزودي وتعملي شوية فول، ممكن تزودي وتعملي اي حاجة، المهم اللي هي تبقى حاجة بعيش النهاردة ومش مكلفة. تمام. هيفيد معاكي ان شاء الله اكيد، مثلا في حدود 50 جنيه من هنا. تمام. زي ما بقولك هاتي منها توابل، هاتي حاجة للمنظفات ناقصاكي، هاتي اي حاجة للعشاء. عارفة ان حر شغلاني وده مش وقت مناسب ان انا اصور، بس مش لاقية وقت مناسب يعني للاسف، هي بتنام معايا وتصحى معايا. المهم يعني هتعملي بقى في يوم مثلا عدس، مش عايزة يا حبيبي تعملي يوم عدس، تعملي يوم بيتزا جنبها شوية بطاطس محمرة، تعملي يوم كريب. انتي اعملي العجينة بتاعته، هاتي الدقيق يعني من داخل 80 جنيه بتاعتك، هاتي دقيق، هاتي مثلا شوية فلفل رومي، شوية طماطم مقطعة لو انتي عندك باقية من يوم تاني، حطي عليها شوية زيتون. مش لازم بروتين. في يوم تاني عايزة تجيبي بروتين مثلا هاتي رز
كيلو رز مثلا، يعني ممكن تعالي نحسب كده يوم تاني، احنا ممكن نجيب كيلو رز تمام بكام؟ قلنا ب34، زائد ممكن تجيبي بقى نص كيلو سمك من النوع اللي هو بيبقى رخيص. في انواع سمك صغيره كده، انا مش فاكره اسمه والله، بس كان طعمه تحفه. في ناس كتير في التعليقات ان انا كنت بنضفه، انا عامله له فيديو، قالوا لي لا ده ما بيتنضفش ومش عارفه ايه. انا عايزه اقول لكم كان طعمه تحفه، ما فيهوش سفه ولا اي حاجه، تقريبا مرجان صغير تقريبا، بس تقدري تجيبي منه نص كيلو. كان عامل 60 جنيه، فقولي مثلا بقى عامل 70 جنيه، ادي ب35 جنيه سمك. وهتبقى أكلة حلوة جدا برضو مع شوية جرجير، هتبقى غدا بروتين وغدا حلو جدا ومش مكلف. في يوم تاني ممكن نعمل تجيبي البانيه، هاتي ب50 جنيه بس، بانيه ب50 جنيه. بانيه مثلا تعمليه ازاي بقى؟ تعمليه شاورما، تعمليه مثلا بالطريقة الصينية اللي هي هتعجب الأطفال جدا، تعمليها ستريبس. ايه الخط ده؟ ايه اهي. آه تعمليه ستريبس، تعمليه اي حاجة، يعني البانيه ما شاء الله بتشكل كتير، ممكن تعمليه ناجتس تمام ب50 جنيه. طيب وال30 جنيه التانية يا تجيبي بيها رز يا تجيبي بيها مكرونة، الا تضاعف الكمية دي وتعملوها مثلا في عيش سوري، تعمليها في عيش شامي، تفتحيه كده وتعمليه سندوتشات، يعني كل رق واحد تعمليه سندوتشات كأنه عيش سوري. كان نفسي اديكي افكار تانية والله، بس اعذريني بقى انا مش عارفة اتكلم اصلا. فان شاء الله تكون يعني الافكار عجبتك شوية. باذن الله اشوفكم في فيديو جديد، ومتشكرة جدا لو وصلت لحد هنا.